ده اكتر زول فخار وعمره ما حصل يوم اشترى تذكره. انا ما اعرف يا تويستا، عايزك تحكي لي عن تجربتك للفخ. يعني انت قاعد تفخ كيف؟ طبعا السودانيين بيحبوا ديما يعني ما يقطعوا تذاكر، فهمت؟ ايوه. انت من الناس الاكثر زول قاعد تفخ، تمام؟ وانت عندك الخبره في الشيء ده. كده احكي لنا اول شيء الفخ بمعنى شنو؟ انت قاعد تفخ كيف؟ الفخ بمعنى ما تشتري تكت عشان تمر به في الممر بتاع المهم انت ما قاعد تشتري تذاكر بس بالضبط كده. تمام. فيلا انت عشان تكون يعني شفته مهند ذاته كيف؟ نعم. زول لما يجي داخل في البوابه كده انت تكون وراه شركه. اي يب كده وزط يعني وهل مثلا جيتارات اللي بتمشي مسافات بعيده مثلا، يعني فلنفرض يعني خرطوم مدني برضه ده قاعد تركب مجان؟ ما قاعد تركب مجان بس يا اسمي. يعني طيب انتوا خبره بتاع سنين يعني. لا لكن فرنسا يستفيد منكم شنو يعني؟ حتى احنا يعني لا يستفيد مننا في اي حاجه، لكن في الفخ ده نحن خليها اخونا. والله سيد خلي كلام الزول ده. انا قبل كده 3 ليل لايف مع واحده كده فرنسيه. المهم قالت لي يا اخي انت من اي دوله؟ انا قلت لها يا اخي انا سوداني. البيت قالت لي يا اخي ايوه بعرف السودان وبعرف السودانيين قاعد القاها في باصات كثير وكده يعني، تمام؟ ايوه. فانا قلت احترت طبعا يعني علاقه السودانيين بالباص شنو؟ قالت لي انه في سودانيين كتار يعني بتلقاهم في الباص لكن ما قاعدين يشتروا تذاكر، فهمت؟ فده الحاصل يعني. ويلا سبحان الله. وده كمان هسي واحد سوداني لكن ده على ما يعتقد ده جاي ان شاء الله تكون قصه تذكرتك. لا والله ده ما شاء الله ده انه كيف حقك بس ما شاء الله والله زول ملتزم يعني. ده بطاقه بتاعت مواصلات. لكن تويستا ده اكبر زول فخار. طبعا هنا البلد ده لازم تكون عندك كرت مواصلات عشان شنو؟ بتشحنوا شهريا ب 80 يورو ولا 85 يورو. لكن السودانيين معظمهم بيحبوا الملح يعني ما قاعدين يقطعوا تذاكر. فده الحاصل يعني. ما توصلوا كمان الرساله دي لتاريخ بروف عشان بكره ما يردمنا ساعه. لا انا كلام ساكت يا دول ما تسمع كلام. عندك رساله لبروفه؟ لا بس بقول لها بس اسكت يعني من الكلام اللي انت بتتكلم يعني سهل يعني كلام. ده شغله بتاعت جوالات ساي قالوا قلنا صح؟ ما في الواقع كده كان لقيت ما زي ما انتم بتقولوا يعني. يا جماعه رساله اخيره انا اتمنى يوم من الايام يا اخي ان احنا كسودانيين برضو نعبر وننتصر ونعيش زي باقي الشعوب الثانيه دي. زي ما شايفين الناس دي والله عايشه كانه احنا في كوكب وهم في كوكب ثاني يعني. انا لسه طبعا متخرسن واموره طيبه. وتحياتي لكم يا جماعه وما تنسوا تعملوا شير.